فكرة ثقافة حرية الرأي، إزاي نقدر نوصل ده للمواطن العادي؟ مادة ازدراء الديان مادة تشريعية مقيدة لحرية الاجتهاد، بتستخدم لصالح مصادرة ومحاسبة للآراء والأفكار اللي بيقدمها باحثون ومفكرون الإسلاميون. كمل يا ابن الملحدة. نحاول ندخل الدين في كل شيء، وهو وفيها ايه؟ في مناهج النصوص والقراءة. الطلبة بيدرسوا آيات قرآنية ويطالبوا بحفظ أحاديث نبوية. الشريعة أولا هي دينك ودين أمك ودين أبوك. الصرف باين عليا النعمة، الصرف باين اديله في سناء. إذا كان في القراءة والنصوص بتدرس نصوص إسلامية، طب فين النصوص المسيحية؟ فين النصوص حتى اليهودية؟ لا إله إلا الله. يجي يقول لك الشريعة، هو مش عالم ولا ليه علاقة بالأزهر ولا ليه علاقة وأنا بقول لحضرتك أهو ليس عالما في الدين. والشريعة إحنا بلدنا نطبق الشريعة عشان حضرتك تبقوا عارفين إحنا بلد إسلامية. ينصر دينك يا أستاذ نفيسة. حتى وإحنا بنتكلم على خانة الديانة، أنا لا أعتقد إن إحنا نبقي على خانة الديانة. ماليش دعوة أنا بدين المواطن خالص. المهم ان احنا لازم يبقى عندنا اثبات رسمي للديانة، لان انا عندي حقوق هتترتب على هذه الديانة في الزواج والطلاق والميراث. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يعني؟ ما اظنيش انه ده في حرية المعتقد انه حد بيفطر في رمضان فيحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية حمراء. لانه ما تصورش ان احنا وصلنا للمرحلة النموذجية الخاصة باحترام عقائد الناس. رئيس الدولة مسؤول عن كل حاجة فيها حتى دينها. انتبه، انت يمكن تكون ده مسار ديكتاتوري في انك انت عايز تفرض عليا مسارك الثقافي وبتعتبره هو التوب، القمه. انت هتقدر تقول الكلام ده لنفسك؟ معناه ان انا مش غيور على، لا والله ده انا كمان غيور على ديني. بحترم ارادته. هي بتفكر المعتقد اللي انت ماشي عليه صح ولا غلط؟ تعرف ايه عن المنطق؟ يمكن أن يخرب كل هذا تفكير هؤلاء المعبأ بالتطرف أو التسلف، احترام عقائد الناس. أنا كنت أتمنى أن أنا أشارك سيادة وزير العدل في التفاؤل الخاص بحرية المعتقد. ثانية، هو البيه مش معاكم؟ مش معاكم. مش معاكم. الموافق واللي مش موافق، المؤيد والمعارض، اللي بره اللي جوه، شايف إنجاز على الأرض هائل ورهيب. على مثل عم إبراهيم ده مسار ديكتاتوري.